السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى ان شاء الله معانا زي ما شفتوا في الفيديو كده روتين اول يوم العيد. هنعمل الفتة بقى اللي هي الاكلة بقى المصرية، يعني لازم اساسي اول يوم العيد كده يكون في فتة. كل عام وانتم بخير، وكل عام والأمة الإسلامية جميعا بخير. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، لو أول مرة بتشوفوني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. وكمان حطوا لي لايك. واسفه على المنظر اللي في الفيديو، الكاميرا ما كانتش مظبوطه. بس هتظبط معايا دلوقتي. انا هنا حطيت شويه من الزيت، وبعدين بقى بعد ما سلقت اللحمه حطيت اللحمه الاول على النار في ميه سخنه بتغلي، وحطيت مع ورق لورا وحبهان وبصل علشان اسلقها طبعا. بس وبعدين بقى جيت هنا في حله حطيت فيها شويه زيت، وبعدين نزلت بالرز بتاعي ونزلت عليه بالملح. وبدات اقلبه كده، وكمان حطيت مع الزيت مكعب زبده بس بعد ما ضفت الرز، لان انا زي ما قلت لكم انا مش بحب اضيف الزبده في الاول عشان ما تتحرقش. بس بعد ما ضفت الرز حطيتها مع الرز وبدات ان انا اشوح فيهم كده، وبعدين ضفت له بقى الميه السخنه عشان بقى يبقى مفلفل معانا وجميل كده. ده طبعا الرز بتاع الفته، وكنت كده علقت على اللحمه بقى تتسلق، ومش بحط لها اي حاجه غير زي ما قلت لكم بصل وطماطمايه وورق لورا وحبهان وفلفل اسمر بس في الشوربه. ولما تستوي بضيف لها الملح. هنا بقى في حلة كده على النار ضفت فيها معلقة كبيرة من التوم كده في شوية زيت، ولما اخدوا لون دهبي فاتح كده نزلت عليهم بحوالي ربع كوباية من الخل، وبعدين نزلت بمعلقة صغيرة مليانة كده من الكمون. وبعدين اديتهم صدمة كده يعني بسيطة على النار دقيقة، حوالي دقيقة واحدة، وبعدين نزلت بالطماطم بتاعتي. دي طماطم انا كنت مفرزاها، يعني هي مركزة شوية، فانا هخففها دلوقتي بشوية مية. وبس كده. لو حابة تعمليها بقى صلصة عادية انتي ضربها لسه في الخلاط بتسيبيها بقى تتسبك عادي. وده كان الرز بتاعي بقى بعد ما اتشرب، انا كنت نقلته على عين تانية. شايفين مفلفل وجميل ازاي؟ يعني حاجة كده ما شاء الله زي العسل. وهنا بقى ضفت لها معلقة كمان من الصلصة اللي هي المركزة عشان تبقى تقيلة معايا وحلوة كده. شايفين الصلصة بقت عاملة ازاي؟ سبتها بقى على النار شوية كده، وهاجي هنا بقى اقطع العيش بتاعي. هنا بقى العيش هقطعه كده بالمقص بيديكي شكل حلو قوي ومظبوط مكعبات كده. وبعدين هندهنه دهنة سمنة وندخله الفرن تحت الشواية، وكل شوية تقلبيه باستمرار عشان ما يتحرقش منك لحد ما ياخد لون حلو كده كله. هتخرجيه بقى ويبقى جاهز معاكي اهو. شايفين مكعبات كده بالشكل ده. وهندهنه بقى كده دهنة سمنة بالفرشة كده علشان السمنة تساعده ان هو ياخد لون ذهبي كده حلو. ودي طبعا يعني افضل طريقة للفتة، وبتديكي احلى طعم زي ما بتاكلوها بره بالظبط. وحاجة بقى نظيفة معمولة في البيت، وحاجة كده ما شاء الله زي العسل. الأكلة المصرية اللي لازم كل الناس تاكلها أول يوم العيد. والعيش اهو بعد ما طلع معايا بقى من الفرن، شايفين لونه وقرمشته كان مقرمش جدا. هنا بقى كان خلاص كده كل حاجة جهزت معايا، الصلصة والعيش والرز. اللحمة كمان كانت اتسلقت، فانا كده حطيت مكعب من الزبدة الفلاحي في الطاسة كده، ونزلت بقى باللحمة علشان اديها كده تشويحة فيها. بس بقى كده هديها بقى تحميرة على الوشين. طبعا انا مش بحب احمرها كلها غير ساعة الاكل، يعني مش بحمر اللحمة كلها غير بس على قد كمية الاكل عشان ما تنشفش منك. بس كده بقى. واديتها رشة ملح ورشة فلفل اسمر. وجيت هنا بقى في الطبق بتاعي اللي انا هقدم فيه الفتة، حطيت كده العيش. بتحطي بقى طبقة من تحت كده زي ما تحبي، وبعدين بتحطي عليها بقى شوربة حوالي مغرفة كده، مش كتير يعني على حسب الكمية اللي عندك. بس الشوربة بقى تكون سخنة كمان عشان تطري معانا العيش اللي احنا حمصناه كده وخليناه مقرمش وجميل. وبعدين بنحط فوقيها الرز، الرز المفلفل الجميل ده بالشكل ده بقى كده. ونظبط الدنيا كده الطبق بتاعنا. وبعدين حطيت عليه شوية برضو من الشوربة، حوالي برضو مغرفة كده على الرز تاني. وبعدين ضفت الصلصة بتاعتي بقى. اسفة المقطع ما تصورش وانا بضيف الصلصة، بس ضفت الصلصة كده زي ما انتوا شايفينها. وبعدين جبت بقى شوية عيش حطيتهم بقى كده برضو يدوا منظر حلو. ولو حابب يزود العيش هيكون برضو براحتكم يعني. وبعدين اللحم بس فوقيه واحلى فتة هتاكلوها بالطريقة دي. بس كده بقى حطينا اللحمة فوقيها، حاجة كده ما شاء الله شكلها زي العسل وتفتح النفس. وبس كده. جربوا بقى الطريقة دي وان شاء الله تعجبكم.
شكلها زي ما انتم شايفين كده تحفة. يلا بقى حطوا اللايك لو وصلتوا معايا لحد هنا، ونوروني كده بالاشتراك في القناة. بعد الغدا طبعا بقى حبيت بقى ان انا اعمل ترويقه كده بسيطه لاولادي، نفرحهم طبعا في العيد ولو بابسط حاجه يعني موجوده عندنا. هنا بقى كنت الترمس اللي انا عاملاه برضو هنزله لكم في فيديو. حطيته بقى كده، وكمان حطيت سوداني. طبعا احنا في العيد الكبير مش بيكون فيه بقى كحك وبسكوت والحاجات اللي احنا بتكون في العيد الصغير نقدمها لضيوفنا، فممكن الحاجات دي بقى ايه نقدمها برضو للضيوف مع عصير او فاكهة، او اي حاجة بقى انتوا بتقدموها، او مثلا حاجة حلوة. بس كده شوية شوكولاتات وتوفي وسوداني وبس كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وده كان روتيني اول يوم العيد. ما تنسوش تحطوا لي اللايك ودعموني بكومنت حلو منكم، ونوروني بالاشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.